الجريساج كان ولا زال واحدا من الظواهر المؤرقة للبيضاويين. على امتداد طريق السبيت بالحي الصناعي يستغل العشرات من أصحاب السوابق ظلمة هذا الخلاء لاعتراض طريق الآخرين، حتى بات لكل واحد من مرتادي الحي حكاية خاصة بها. الصراحة واحد ناقش غادي نقول المدام ديال الخطيبشي غادي نجيبها من السواع. جا واحد خونا ويعنقني، كان صاحبي صاحبي انا، ويعنقني وحط عليا موس، قال لي حط داك التليفون اللي عندك. ما عارفش معاهم والو، خاف يضرب لي المدام ديالي، عطيتو التليفون بقيت تابعهم. اخويا واحد النهار دايز انايا بالليل، وقفوا عليه واحد الجوج، قال لي شحال الساعة؟ جبت التليفون بحال ما كنشوف شحال الساعة، لا من تما ديك هي اخر نظرة لي للتليفون ديالي، داو ليه وصافي داو ليه وجبد عليه واحد الجنويه، قال لي سير، وانا ما قدرتش دافع على راسي، قال لي هز عليه جنويه وهادي، عطيتو التليفون ومشى. اخويا الكريساج هنا راه ولا عادي عندنا حنا هنا الكريساج، يعني شحال من واحد دابا كيتم غادي على برا كيدوي في التليفون ولا حتى كيوقفوا عليه جوج سواء الموطور ولا على رجليهم، بنادم كيجبد السيف، واش بنادم غادي في الزنقه وهذا السيف قدا شنو هو؟ كل مساء وبعد تعب اليوم بأكملها يكون في انتظار عاملات شركات الحي الصناعي مغامرة من نوع آخر، باعتبارهن هدفا أساسيا لأصحاب الدراجة النارية. أساليب السرقة تتنوع من سارق لآخر، فمنهم أيضا من يلجأ للأسلحة البيضاء. أنا خدامة في الحي الصناعي، واحد ناقص خارجة من داري، كنت غادا مع بيا وواحد خينا، انا كاع ما كنسحبوش الفار، عاد تما جاي شويه دار واحد التام وجبد عليا الجنوي وقال لي حطي داك الساك، وانا ما بغيتش نعطيه، نتف ليا الساك وهرب. انا بديت تنغوت، عتقني واحد العساس نيت هو اللي جاب لي ساكي، ونيت ما دا ليا حتى حاجه، رجعوا لي سوارتي، رجعوا لي فلوسي، رجعوا لي كلشي. دابا الشفاره عارفين الوقيتات ديال الدريات متى كيتخلصوا، ما كيخرجوا كيتلقاو لهم تما كينتفوا لهم الساك ولا الجوا ديالهم صافي، التليفونات تما كعار دابا، ولا الدريه كتشري تليفون ب 40,000 كيتلقى له واحد كيبيعو ب 20,000 وطالع عليه نهار، مو ما كيبغي لا يخدم الاول.